لا قادر أعيش معاها ولا قادر أنفصل عنها. مش حب فيها على قد المؤخر اللي معيش فلوسه. هجيب لها منين مليون جنيه؟ دي بتصرف في الشهر 30,000 جنيه. أنا مش ملاحق عليها. بكسرة نفس ونبرة حزن وقف الزوج مهموم قدام القاضي في محكمة الأسرة، مش عارف يعمل إيه من أسلوب وطريقة مراته. دماغها ناشفة. ده دايما اللي بيقف الوقفة دي بتكون الزوجة، لكن المرة دي ده الزوج هو الضحية، أما مراته طلعت مفترية. اللي عملته مراته فيه كان صادم. مش هتصدق ازاي لففته حوالين نفسه وكعب داير على المحاكم عشان يكون مصيره يا الدفع يا الحبس. تعالوا نعرف حكايته ايه مع بعض. بكل ما فيه من قهرة وقلة حيلة قال: أنا مراتي أخدت ولادي وسابت البيت وحرمتني منهم 40 شهر بحالهم. حاولت أصلح الأمور ورجعهم لكن مفيش فايدة، دايما عنادية ودماغها ناشفة. خيرتني بين حاجتين ملهمش تالت: أما تفضل على ذمتي وادفع لها مصاريف بتوصل لأكتر من 30,000 جنيه في الشهر، أو أطلقها وادفع لها مؤخر 1,000,000 جنيه. وانا ظروفي لا حول ليها ولا قوة. هي قصدة تعجزني، بدل ما تبص للولاد وترجع عشان خاطرهم وما تحرمهمش من ابوهم بتعتمد تحطني في موقف صعب. انا ما استحقش المعاملة دي، ما استحقش كل اللي بيحصل ده. انا دايما كنت معاها طيب وصبور، انما هي دايما كانت عنادية وشايفة نفسها هي الصح. بس ورغم كده كنت باجي على نفسي عشان أراضيها، لكن دايما شايفة إن اللي بعمله أقل من العادي. ما كانش فيه تقدير لأي تصرف بعمله. كانت بتحب تعمل مشاكل على أي حاجة تافهة. حياتي معاها بقت جحيم. أنا اتجوزتها 6 سنين بس عدوا عليا 60 سنة. الزوج مش مصدق حجم المشكلة اللي بيعاني منها، والغريب إن محدش من أهلها واقف معاه. كلهم ضده وشايفين إن بنتهم عندها حق في كل اللي بتعمله، وما فكروش في مصلحة ومستقبل الولاد، ورافضين يسمعوا ويحكموا بالعدل ما بينهم. هو نفسه يلم الشمل تاني عشان ولاده يتربوا معاه ويبقى وسطهم، ومش عايزهم يطلعوا كارهينه أو مأذيين نفسيا من المشاكل اللي حصلت بينه وبين أمه. عشان كده الزوج قال: أنا حاولت أصلح بينا كتير، استحملت إهانات منها ومن أهلها أكتر، جيت على نفسي وعلى كرامتي عشان ولادي، لكن للأسف كل ده ما كانش ليه لازمة. اضطريت اني اخد حكم عليها بطلب مراتي في بيت الطاعة، لكن اتفاجئت انها رفضت الدعوة. ورغم ان بيتي في منطقة كويسة جدا وبعيدا عن اهلي، يعني محدش بيضايقهم منهم. ومن هنا بدأت القضايا تجيب قضايا، وفاجئتني بدعوة نفقة ب200,000 جنيه، ويا الدفع يا الحبس. يعني ما اكتفتش بحرماني من ولادي، لا دي هتحبسني كمان ويبقى حبس وخراب ديار. أنا مش هقدر أسدد كل المبالغ دي. أنا وظيفتي كويسة ومتربي كويس جدا، بس مش هعرف أسددهم. ودخلوا في دوامة القضايا اللي ما بتخلصش. كل قضية الزوج يرفعها تكون الزوجة رافعة قصادها، واللي لا حول لهم ولا قوة في النص هم ولادهم، واللي مصيرهم ما بين المجهول، وإن ملهمش مستقبل في ظل كل الخلافات والقضايا دي. لكن السؤال المهم هنا بقى: ليه الزوجة ما ترجعش لزوجها وتحاول تهدي الدنيا عشان ولادها؟ بس عشان نكون منصفين، احنا سمعنا من طرف واحد، واكيد الزوج مش ملاك، واكيد ليه تصرفات ضدها كتير جدا، لكن في الاول والاخر المفروض يفكروا فيه هم ولادهم. ولا انتوا ايه رأيكم؟